السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم الحروف في قناتكم اتعلم العربي بسهولة. طبعا ده الفيديو رقم 3. احنا أخدنا في الفيديو الأول 7 حروف، وفي الفيديو الثاني 7 حروف، والنهاردة برضو هناخد 7 حروف. إيه الحروف اللي أخدناها في الفيديوهات السابقة؟ ها؟ في الفيديو الأول أخدنا ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء. برافو عليكم. طب ايه ال7 حروف التانيين؟ دال، ذال، راء، زي، سين، شين، صاد. ممتازين، برافو عليكم. النهاردة هناخد 7 حروف جداد. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرف رقم 15 من حروف اللغة العربية هو حرف الضاد. يعني ده شكله زي الصوت بالظبط يا أستاذ. بس إيه الفرق؟ عنده نقطة فوق، بنعمل شرطة ونص دايرة، والسنة بتاعته ننزل بيها طبقة لتحت، وهو ده حرف الضاد. يلا نكتب اسمه علشان نكون عارفينه. اسمه إيه؟ ضاد. اسمه ضاد. 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 طيب صوته بيكون ازاي؟ زي اللي تحت علشان نشوف. صوته بيكون ضا. ضا. وصوته فيه يعني فخامة شوية، من الحروف المفخمة. فخم. ضا. ضا. ضاد. ده اسمه صوته ضا. طب يلا هناخد كلمتين سهلين عن حرف الضاد. يلا بينا. ايه اللي موجود في الصورة قدامنا ده؟ برافو عليكم. اسمه ضبع. ضبع. حرف الضاد في أول الكلمة. ضبع. برافو عليكم. يلا. إيه اللي في الصورة التانية؟ برافو، إحنا بنشوفه كتير. اسمه ضفدع. ضفدع. برافو عليكم. اسمه إيه؟ ضفدع. برافو عليكم، شطار. يلا نكرر تاني الاسم والصوت والحرف والكلمات. الاسم ضاد. ضاد. الصوت ضا. ضا. طب الكلمات ضبع. ضبع. ضفدع. ضفدع. برافو عليكم، شطار. طب يلا الحرف اللي بعده هو حرف ايه؟ الحرف رقم 16 من حروف اللغة العربية هو حرف الطاء. حرف ايه؟ الطاء. هذا هو الحرف. نكتبه مرة تانية علشان نعرف الشكل. طاء. برافو عليكم. طاء. طب اسمه سهل جدا. طاء. اسمه طاء. طيب صوته. يلا نكرر مع بعض صوته علشان نكون عارفين. طاء. طاء. يطلع من الحلق، أقصى الحلق. طاء. 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 برافو عليكم. طب يلا ناخد كلمتين سهلين. ايه اللي في الصورة دي؟ ده طيارة، بس في اللغة العربية اسمها ايه؟ طائرة. طائرة. برافو عليكم. دي أول كلمة عن حرف الطاء. طيب ايه اللي موجود في الصورة قدامنا ده؟ ها؟ ده حرف ايه؟ او ده اللي موجود في الصورة؟ طفل. برافو عليكم. طفل جميل بيبتسم لفرد من العائلة بتاعته. يلا نقرأ تاني الحرف والاسم والصوت والكلمتين. الحرف طاء، ده شكله طاء. طيب الاسم طاء. طاء. طب صوته طاء. طاء. برافو. الكلمتين طائرة. طائرة.
برافو. والكلمة التانية طفل. ط ط طفل. هو صوته بيكون أضخم أو مفخم عن حرف التاء. التاء رقيق. تاء تاء تاء. أما ده طا طا. برافو عليك شطار. يلا ناخد الحرف اللي بعده. حرف سهل جدا. الحرف رقم 17 من حروف اللغة العربية. هو حرف ظاء. حرف ايه؟ ظاء. شكله زي الطاء بالظبط بس عنده نقطة فوق. يلا نكتبه تاني. نص دايرة وفيها الألف والنقطة ظاء. ده اسمه ايه؟ ها؟ اسمه حرف ظاء. حرف ايه؟ ظاء. طيب صوته طبعا برضو لازم نستخدم لساننا يكون بين اسناننا علشان ننطق الحرف صح. زي ايه يا استاذ؟ برافو عليك. زي حرف الذال والثاء. التلاتة دول لازم نستخدم لساننا ونحط طرف لساننا تحت اسناننا. ذال. ثاء. والحرف التالت اللي هو معانا دلوقتي ظاء. ظاء. طيب يلا ننطق صوته مع بعض. ظا. ظا. يلا بص للساني. ظا. ظا. برافو عليكم. طب يلا ناخد كلمتين سهلين عن حرف الظاء. ايه اللي موجود في الصورة ده؟ ده بيحطوا فيها الجوابات وبيبعتوها للناس في الفرح وغيره. اسمه ايه؟ ظرف. برافو عليكم. ظرف. ده اسمه ايه؟ ظرف. طيب ده انا عارفه. ده انا بقصه لما بيطول علشان يكون شكل ايدي كويس. اسمه ايه؟ ظفر. اسمه ايه؟ ظفر. يلا ننطق تاني الحرف والاسم والصوت. ده شكل الحرف ظاء. الاسم بتاعه يلا نكرره مرتين مع بعض. ظاء. ظاء. برافو عليكم. الصوت بقى. صوت الحرف يلا نقوله بصوت عالي. ظاء. ظاء. برافو عليكم. يلا نقرأ الكلمتين. ظرف. ظرف. ظفر. ظفر. برافو عليكم. ممتازين. يلا الحرف رقم 18. حرف سهل جدا من حروف اللغة العربية. الحرف رقم 19 18. تمام. الحرف رقم 18 هو حرف ايه؟ العين. بيبقى راس الهمزة فوق وننزل بيها لتحت. حرف السي. حرف سي صغير فوق وحرف سي كبير تحت. يلا حرف السي الصغير اللي فوق وحرف السي الكبير تحت. ده اسمه ايه؟ ده اسمه حرف العين. عين. حرف ايه؟ عين. طب صوته. يلا نتدرب على صوته علشان في ناس كتير عندها الحرف ده بيكون صعب شوية. ع. يلا تاني. ع. يلا مرة تالتة. ع. عين. عين. برافو عليكم. يلا ناخد كلمتين علشان نعرف الصوت في الكلمة أو شكل الحرف في الكلمة. هنا إيه؟ ده إيه؟ ده علم بلدي. اسمه إيه؟ علم. ده حرف العين في أول الكلمة بيكون متصل مع الحروف اللي بعده. ع. علم. طب ده عيني. عين. برافو عليكم. شطار. يلا نكرر. عين. عين. الصوت ع. ع. برافو عليكم. طب يلا كلمتين. علم. علم. عين. عين. برافو عليكم. الحرف اللي بعده نفس الحرف بالظبط. هو الحرف رقم 19 من حروف اللغة العربية. نفس الحرف اللي فات بس الفرق النقطة. اسمه ايه أو شكله ايه؟ هو ده الحرف. سي صغيرة وفوقها نقطة والسي الكبيرة بتاعت الإنجليزي. اسمه ايه الحرف ده؟ اسمه غين. احنا قلنا كل حاجة زي اللي فات بس في فرق نقطة.
يبقى اسمه غين. صوته صوته برضو طبعا مفخم. غ. غ. برافو عليك. يلا ناخد كلمتين سهلين عن حرف الغين علشان نعرف شكل الحرف في الكلمة وصوته. ده ايه؟ برافو عليك شطار. غراب. ده طائر موجود كتير في البلاد، بيقف فوق الشجرة، وطبعا بيبقى صوته مش لطيف شوية لبعض الناس، بس ده حيوان مخلوق. وذكر طبعا في القرآن في قصة سيدنا آدم لما قابيل قتل هابيل. هو ربنا بعث غراب ينبش في الأرض ليواري أو يوري سيدنا قابيل إزاي يخبي أو يدفن جثة أخي. غراب. يلا نقرأ تاني. غراب. غراب. برافو عليكم. طب وده إيه؟ برافو عليكم، ده جزء من الشجرة اسمه غصن. اسمه إيه؟ غصن. غصن شجرة. مم. إحنا بنقول عليه في اللغة العامية فرع. فرع شجرة. بس في اللغة العربية اسمه إيه؟ غصن. غصن. برافو عليكم شطار. يلا الحرف اللي بعده حرف سهل جدا ولطيف. الحرف رقم 20 من حروف اللغة العربية. هو حرف ايه؟ يلا نكتبه كده مع بعض علشان نعرف الشكل. ده اللي بعد ده الحرف. يلا نقول اسمه واحنا بنكتب. فاء. فاء. استخدم الشفتين مع خروج الهواء يعمل صوت حرف الفاء. فاء. برافو عليكم. يلا نكتب اسمه. ده ايه اسمه ايه؟ فاء. حرف ايه؟ فاء. حرف الفاء. طيب صوته م? زي ما عملت في اول الحرف كده. فاء. 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 برافو عليكم. يلا ناخد كلمتين سهلين عن حرف الفاء. ها. ده ايه؟ ده انا جبته في رمضان اللي فات. ده اسمه ايه؟ فانوس. برافو عليك. فانوس. طيب ده الحيوان اللي موجود في الصورة ده اسمه ايه؟ برافو عليك. فيل. شفنا حرف الفاء في أول الكلمة. فانوس. فيل. برافو عليكم. أعدل لكم الكلمة دي علشان تعرفوا شكل الحرف كويس في الكلمة أهو. فانوس. فيل. برافو عليكم. طيب. آخر حرف معانا في الفيديو بتاع النهاردة نفس الحرف اللي فات بس زيادة نقطة. زيادة إيه؟ نقطة. الحرف رقم 21 من حروف اللغة العربية. اسمه إيه؟ حرف القاف. يلا ناخد بالنا من الكتابة بتاعته. نرجع للفيديو، نرجع للحرف اللي قبله. حرف الفاء بيتكتب فوق السطر. بيتكتب فين؟ فوق السطر أو على السطر مباشرة، يعني ما بينزلش بالطبق بتاعه لتحت. أما الحرف ده بينزل بالطبع بتاعه. اسمه إيه؟ حرف قاف. ده اسمه قاف. حرف إيه؟ قاف. حرف إيه؟ حرف القاف. برافو عليكم. قاف. حرف قاف. برافو عليكم. طيب صوته. صوته بيكون إيه؟ قا. 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 في فخامة بسيطة. قلقلة. ق- قا. قا. يلا نكرر مع بعض. قاف. يطلع من هنا بالظبط. قاف. قاف. الصوت قاف. قاف. برافو عليكم. يلا ناخد كلمتين سهلين. ايه اللي في الصورة قدامنا دي؟ برافو عليكم. حيوان اسمه ايه؟ قطة. برافو عليكم. قطة. طب ممكن اسمع طالب يقول لي طب يا استاذ انت بتكتبه كده فوق السطر وهنا كاتبه تحت السطر، ليه كاتبه هنا فوق السطر؟ علشان بيكون متصل بحروف بعده، فلازم يكون على نفس السطر بتاع الحروف. فما ينفعش اكتبه كده وانزل لتحت كده وبعد كده اطلع فوق السطر. لا، يبقى شكل الكلمة ايه؟
مش مظبوط. يبقى حرف القاف قطة، وإيه اللي موجود في الصورة قدامنا ده؟ قمر. برافو عليك، قمر. يلا نكرر تاني آخر حرف. قاف. قاف صوته قا. قا. برافو عليكم، شطار. وكده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أخذنا 7 حروف جداد، وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وعايز طلاب الحلوين اللي معايا على القناة، الحرف اللي عجبكم اكتبوه لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم، وتقولوا لي إيه اللي عجبكم في الحرف، صوته ولا اسمه ولا الكلمات. تمام. أشوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.